السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير، وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة، ابراج جديدة. النهاردة 7/2 فنجانك جديد وحصري على القناة وعلى صفحة الفيس يا برج الثور. بتمنى منك لو لسه ما اشتركتش تشترك عشان تكون من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصلك كل اشعار بكل فنجان ليك انا بنزله. برج الثور، لو قدرت ان انت تعمل شير او مشاركه للفنجان في اي جروب انت تعرفه عن طريق الايميلات بتاعتك الشخصيه، او حتى تنزله على الصفحه الشخصيه بتاعتك، يبقى كتر الف خيرك. لايك يا برج الثور، وصلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اتمنى لنفسك كل خير باذن الله تلاقيه، ونقول بسم الله ما شاء الله. هو مبدئيا كده انا شايفه فنجانك حلو وجميل، وشايفة ان في اخبار حلوة انت هتسمعها على فكرة يا برج الثور. بص بقى يا برج الثور، شايفة ان بسم الله ما شاء الله في مكالمة هتجيك هتفرحك قوي، ده اكيد اكيد. وفي اخبار عامة حلوة انت هتسمعها، وللبعض منكم في رسالة هتجيلكم هتفرحكم، والرسالة دي جاية لكم من شخص على فكرة انتم بتحبوه. الرسالة دي جاية لك عن طريق النت، يعني ممكن تكون جاية لك على اي تطبيق انت يعني مع الشخص ده هو متضاف عندك عامة. شايفة كمان ان في مناسبة حلوة عندكم انتم هتحضروها، وفي هدية على فكرة هتجيلك كمان يا برج الثور، او انت يمكن تجيب هدية لشخص. شايفة كمان ان في شخص راجع ليك من سفر، وشايفاك انت كمان عندك سفر. في امور كتير حلوة في قلب الفنجان ما شاء الله. انت مقرر تغير من حياتك يا برج الثور، وحياتك فعلا هتتغير للأحسن، الاول بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده يعني يعني بحركتك انت وباللي انت عايز تعمله لنفسك عامة وبنواياك انت. اولا كده اول حاجه انت ناوي عليها ان انت تغير من مودك، وانت محتاج كده على فكره، انت محتاج تغير من الطاقه بتاعتك، محتاج تخرج من طاقه الكسل وطاقه الخمول. عايز تسافر، عايز تشوف ناس جديده، عايز تشوف مناظر طبيعيه. بقالك فتره برضو في ناس كتير كده بعيد عنك انت ما شفتهمش، انت مشتاق ليهم وبتحني ليهم، ممكن يكونوا اهل ليك او صحاب ليك، ايا كان. هي الدنيا الفتره دي لهيتك عن ناس كتير، بس انا شايفاك انت دلوقتي حابب الحياة، وحابب ان انت تغير من الوضع اللي انت فيه. واول يعني ما ابتديت تغير، ابتديت بنفسيتك وبحالتك وبطاقتك. اهنيك على اللي انت فيه، وارجع واقول انت يعني طريق السفر مفتوح قدامك، سواء سفر زيارات، لقاءات، او يعني تنقلات عندك في قلب بلدك، من بلد لبلد، من محافظة لمحافظة. شايفة كمان ان في سفر يعني خارج بلدك خالص انت ناوي عليه بشغل جديد. في نقلات كمان عندك في قلب الشغل على فكرة، في حاجات حلوة كتير. فنجانك جميل، شايفاك كمان انت في طاقة انتظار لحاجة ان هي تجيك او تحصل معاك الفترة دي. انت في حاجة مستنيها تخص شغلك. يعني بص، ممكن يكون انت مستني ترقية، ممكن تكون مستني يعني زيادة تاخدها، او انت عايز تروح من مكان لمكان في قلب شغلك. عامة انا شايفة ان في خير كتير عندكم. في بقى البعض منكم انتوا في طاقة انتظار لتغيير العتبة بتاعتكم، شايفاكم هتروحوا من بيت لبيت بإذن الله. عامة في تغييرات حلوة، بس عامة خليك حريص وما تديش الأمان لحد الفترة دي. بمعنى عايزاك تكون كتوم على أحوالك. حواليك ناس كتير هم مش أهل ثقة على فكرة يا برج الثور، فكفاية اللي انت تعرضت له الفترة اللي فاتت. انا شايفة قدامي انسان جديد بيبني نفسه من اول وجديد، بيعمل نفسه وبيمهد لنفسه طرق حلوة جميلة فيها خير. انت كمان في وسط كل ده انا شايفاك انت بتساعد ناس كتير على فكرة، بس انا عايزاك تكون حذر، لان مش كل الناس اللي حواليك ناس كويسة، ناس تستاهل المساعدة، ناس تستاهل الدعم. بالعكس يعني انا شايفة ان يعني الناس انت ما تتأذيش غير من الناس القريبين منك، فخلي بالك من نقطة زي كده. ماشي،
شايفة بقى ان انت هيكون في كمان ناس جديدة في قلب حياتك يا برج الثور الفترة دي. في شخص هيساعدك ويساندك، والشخص ده من الواضح ان هو بيحبك، في قلب ما بينكم على فكرة. هو بص بيديك قلبه، هو بيديك قلبه. الشخص ده عامة هو في قلب حياتك، هو روحاني، والشخص ده بيدعمك معنويا. وكمان لو انت كمان احتجت منه فلوس او اي شيء، الشخص ده بيبقى واقف جنبك وبيحللك اي مشكلة. انا شايفاه عند ناس كتير بصراحة. شايفة كمان ان انت في مادياتك الفترة دي في تحسن بإذن الله. شايفة انت مرزق وفي رزق بيدخلك، بس زي ما بيخش لك زي ما بيخرج تاني الرزق اللي بيجي لك. ليه؟ لان انت عليك مصاريف، عليك التزامات، مضغوط قوي. انت في فلوس بتطلب منك عليك كل شهر لازم تدفعها، ده غير طبعا المصاريف. انت فاتح بيوت كتير من الواضح وبتعمل خير كتير، بس كل ده هيعود عليك بخير على فكرة بإذن الله. في انفراجة عندك، حافظ على مصاريفك. بس عامة انا شايفة في انفراجة عندك، والامور اللي كانت تغطاك من ناحية الماديات الفترة اللي فاتت دي، شايفة ان الفترة اللي جاية مش هيكون عندك ضغوطات، والامور هتكون سلسة معاك بإذن الله. ممكن يكون في فلوس هتتحول ليك على فكرة من بلد تانية كمان. ممكن تكون انت في طاقة انتظار لحوالك جيلك، او هي بالفعل اتحولت ليك. يعني قول لي برضو، شايفاك انت كمان ممكن مع اخر الشهر ده هتسدي ناس يعني هم ليهم عندك فلوس، في دين انت هتبتدي تسده من اول يعني شهر 3 كده. انت هتبتدي تسد، وانت طالع كده لاخر السنة هتفضل تسد لو عليك دين، وهتخلصه كله بإذن الله. عليك اقساط كمان، عليك حاجات كتيرة اوي انت يا برج الثور. بس شايفة والله يعني ربنا واقف جنبك بصراحة، ربنا مقويك، ربنا بينصرك، بيوقف لك ولود الحلال اللي بيساندوك، اللي بيرفعوا روحك معنويا وماديا. رغم ان زي ما قلت لك في ناس كتير وحشين حواليك، بس في نفس الوقت في ناس برضو كويسة انا شايفاهم في قلب حياتك. حصن نفسك، لان انت الحسد عندك شديد والعيون عليك كتير بصراحة. للعزاب، شايفة بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم فرحة ارتباط، في خاتم ارتباط عندكم، ده اول حاجة. شايفة ان في شخص جديد هيكون في حياتكم. الشخص ده يعني هو معجب بيكم، وانتم حواليكم اساسا معجبين كتير، فممكن كمان يعني هتكونوا في حيرة يعني ما بين كذا شخص. بس انا شايفة ان في شخص هو اللي هيتجرأ عليك يا برج الثور، وهيقرب منك وهيطلب منك الارتباط. بس خلي بالك يعني لو في كلام ما بينك وما بين الشخص ده في التواصل الاجتماعي، حاول يعني انت ما تحسسوش ان انت الشخص مسيطر، عشان الشخص ده لو حس منك كده ممكن يعني يبعد عنك، وممكن كمان انت تبتدي تحبه وهو يبعد عنك. بس عامة انا شايفة ان في فرحة ارتباط عند ناس كتير منكم بإذن الله. بالنسبة برضو للعزاب، بعض العزاب مش بينطبق على الكل. انتم في علاقة، والعلاقة دي يعني انتم في حيرة فيها، مش عارفين تكملوا فيها ولا تنهوها. الشخص اللي معاكم في العلاقة هو مش عايز يعرفك مصير العلاقة، وفي نفس الوقت انا لسه قايله لكم ان في شخص جديد، فاصبح كده ممكن هيكون في شخصين في حياتك. شخص انت متعلق بيه، شخص بتحبه وشايف ان حياتك هتكون معاه كويسة لان انت خلاص حبيته، وشخص تاني برضو فيه مميزات وهو كويس برضو، فانت هتكون في حيرة على فكرة، وما يعلم بك الا ربنا. استخير ربنا على العموم في كل امورك، ماشي. خلي بالك ان من ضمن الشخصين دول اللي ظاهرين ليا ان في شخص لسه يعني ايه مش عارف احواله المادية او احواله المهنية، هو مش راسي فيها او هو مضغوط فيها. فلو هو بيقول لك كده صدقه على فكرة، هو عنده ظروف في شغله او من ناحية الماديات، فممكن يكون بيوعدك ان هو يعني ايه مثلا بعد شهر هيتكلم، بعد شهرين هياخد خطوة كده. فصدقه على فكرة. انا شايفة ان الشخص اللي انت معجب بيه او قريب منه ده غير الشخص الجديد فعلا عنده ظروف على فكرة. خلي بالك في قلب شغلك، خليك حريص، خليك حذر، لان في ناس الفترة دي بتعمل لك عكوسات كده. يعني بص بمعنى ايه، بمعنى اولا هم بيحسدوك والعين عليك جامدة.
بيقروا عليك، بيراقبوك، زائد ان هم كمان ممكن يكونوا بيوقعوك في مواضيع او بيوقعوك في مشاكل، في كلام كتير 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 عليك، وده على فكرة بيعمل لك تشتت وبيأثر على طاقتك. يعني عامة اي كلام بيبقى على اي شخص بيأثر على طاقته، يعني بمعنى صح بيخلي الحسد يتملك منه. فممكن بسبب الكلام الكتير ده يجي لك شوية كسل او شوية خمول الفترة دي، بس انا شايفاك انت هتخرج من الكسل والخمول. ممكن تفكر ان انت تخرج، تروح تيجي، تمارس رياضة، تلعب كورة لو انت رجل، لو انت ست تروحي جيم، تتبعي حمية غذائية. يعني انا شايفاكم انتم مش هتستسلموا للحسد وللعكوسات عامة. شايفة بقى ان في حاجات كده كتير مطلوبة منك في قلب الشغل. برضو انت الفترة دي مضغوط قوي قوي قوي، في امضة مهمة انت هتمضيها، فخليك ممكن الامضة دي تخص عتبة جديدة زي ما قلت لك، او تخص منصب جديد ليك عامة. انا شايفاك على العموم انت بتدي للشغل حده بمعنى اصح، يعني بتديله يعني ايه وقت، وطول ما انت في شغلك فعلا وقتك بيضيع في الشغل، فكمان جاي على نفسك ومركز قوي في الشغل، عايز توصل لحاجات معينة في قلب الشغل. فربنا بإذن الله هيجازيك كل خير، واللي انت عايز توصل له هتوصل له، لان انت فعلا يعني انسان جد يا برج الثور. شايفة ان انت لازم تخلي بالك برضو من صحتك، لان برضو مطلوب منك التحصينات، لان الحسد بيعمل لك تهى او تشتت الفترة دي. فكمان خلي بالك من رجلك، خلي بالك من ظهرك، خلي بالك كتافك هتتعبك شوية الفترة دي. خلي بالك ممكن برضه هتحس بضربات قلب سريعة، ممكن هتحس ان انت بتتهوب كتير، كل ده من الحسد. يعني مش هقعد طول الفنجان اقول لك حصن نفسك حصن نفسك يا برج الثور، بالله عليك حصن نفسك بنفسك كده، حصن نفسك ماشي. في بشرة حمل عندكم على فكرة، في بشرة حمل عند ناس كتير، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. بالنسبة للمتجوزين بصراحة لو انت رجل من برج الثور، وده برضو مش بينطبق على الكل، شايفاك في علاقة ثلاثية، شايفاك مرتاح مع الطرف الجديد اللي انت دخلته على الطرف الاولاني، وشايفاك يعني الطرف ده انت معجب بيه قوي. الطرف الجديد يمكن لاقي فيه حاجات انت ما كنتش لاقيها في الطرف الاولاني اللي معاك، وشايفاك يمكن انت الفترة دي ممكن تكون عايش كمان مع الطرف ده، والطرف الاولاني في تجاهل ما بينك وما بينه. فرغم ان في تجاهل ورغم ان انت مش مرتاح مع الطرف الاول، بس انا شايفاك ان انت مكمل وبتقوم بكل واجباتك اللي مطلوبة منك، وبتراعي بيتك وبتراعي اولادك، يعني مش عايز تأثر. انت اساسا يعني بتراعي ربنا في اي شيء، وبتخاف كمان يا برج الثور لا تظلم. فعشان كده انا شايفاك انت بتحاول يعني ايه تريح نفسك، وفي نفس الوقت شايف ان الطرف الاولاني اسلوبه او طريقته او سيطرته او نكده او اي شيء بقى انت عشت فيه معاه مش هيتغير طبعه، فخلاص انت قررت ان انت تكون مع حد تاني، لاقي نفسك معاه، وفي نفس الوقت انت مش مقصر مع الطرف الاول. ده بالنسبة لبعض الرجالة. البعض بقى بعض المتجوزين شايفاكي مركزة قوي مع الشريك، وبتحاولي انت تعملي استقرار، بس في نفس الوقت انت مركزة معاه، بتحاولي تقفي جنبه، بتحاولي تقربي منه، بتحاولي تدعميه. ممكن تكوني شاكة ان هو معاه شخص تاني بس معكيش دليل، بس في نفس الوقت انت مش مقصرة معاه، بالعكس انت بتاخدي خطوة معاه في كل اموره، بتساعديه في التفكير، بتساعديه معنويا، بتساعديه كمان ماديا لو هو محتاج. ممكن تكونوا انتم الاتنين متفقين مع بعض على حاجة هتعملوها، هتشتروا عتبة جديدة او سفرية هتروحوها، او حاجة هتعملوها تخص اولادكم. شايفة ان انت بتحاول عامة يا برج الثور سواء رجل او مرأة تعملوا استقرار في قلب بيتكم، وربنا يعينكم يا رب كلكم. بالنسبة للمنفصلين شايفة علاقتكم ببعض اون اوف، انت والشخص اللي كنت معاه في علاقه وحصل ما بينكم انفصال، شويه تبقوا قريبين من بعض وشويه تبعدوا عن بعض، مش مريحين بعض، مش عارفين تقرروا هتعيشوا مع بعض ازاي، لان كل واحد فيكم ليه راي، وكل واحد فيكم عايز حاجه، وكل واحد فيكم شايف ان التاني هو اللي بيمشي رايه. ويعني في النهايه عامه
انا شايفه ان هيكون في لقاء ما بينكم، شايفه ان هيكون في كلام ما بينكم، شايفه هيكون في عتاب ما بينكم، شايفه ان هيكون في صلح ما بينكم، وهتتفقوا خلاص، هتتفقوا. بس انتم بقالكم فتره على كده، فخلي بالك يا برج الثور، خلي بالك. انت بتحب الشخص ده على فكرة، وهو كمان بيحبك، بس حاول ان انت تتنازل عن عندك شوية، وهو كمان لو هو بيسمعني يا ريت هو كمان يتنازل عشان تقربوا من بعض. انتوا اساسا بتراقبوا بعض طول الوقت، انت مش قادر حتى تعرف حد غيره او تكمل مع حد غيره. الرموز دي على فكرة بتنطبق على المتجوزين اللي حصل عندهم طلاق، او حتى العلاقات اللي حصل عندها انفصال. ماشي. عامة انا شايفة ان انتم عندكم رجوع. لو سبب الانفصال طرف ثالث، خليكم متأكدين ان الطرف الثالث لسه موجود. تحب افاجئكم يعني؟ اقول لكم ايه؟ بس انا مش بعرف اكامل، انا معروفة يعني في الجنب بتاعي بحب كمان اقول السلبي عشان تحذر. فخلي بالك الطرف الثالث لسه موجود. لو في طرف ثالث هو السبب يعني في الانفصال، لا هو لسه موجود. احب انبهك لحاجة زي كده يا برج الثور. عندك زيارة مريض على فكرة، وشايفة كمان ان في عندك زيارة عائلية خلال 3 اشارات. شايفة كمان ان انت ممكن تكون ناوي ان انت تخش مشروع جديد، فبإذن الله المشروع ده دخلته دخلة خير عليك، هيكون في نجاح، هيكون في شهرة، هيكون في استقرار. شايفة برضو ان انت ممكن تكون بتفكر في علاقة متردد فيها، ودي شفتها لك في الاول، بس خلاص انا شايفة ان انت هتوصل فيها القرار. وعامة استخير ربنا في كل امورك يا برج الثور. انت امورك حلوة وجميلة، انت عايز تعمل لنفسك مستقبل حلو وهتوصل للي انت عايزه. حابب الحياة الفترة دي، حابب اسرتك، حابب ولادك، عايز تفرح الناس اللي حواليك، عايز تنور رضا ناس معينة في قلب حياتك، عايز تنور رضا أمك، عايز تنور رضا يعني ناس معينة مسؤولين. لو في برضو شخص موعدك بشغل أو موعدك بشيء، هو هيوفي معاك على فكرة، لأن الشخص ده صادق بالفعل معاك وعارف انت ايه يا برج الثور، وهو فعلا الشخص ده محتاجك معاه. ممكن يكون الشخص ده في قلب شغلك. ايا كان انا شايفة فنجانك حلو، فنجانك جميل، بس ممكن ما بين المتجوزين برضو بعض الطاقات ظاهرين لهم، ممكن يكون في شد وجذر شوية ما بينكم. شريكك بيتهمك ان انت بتداري عليه يعني حاجات، او ان انت شخص غامض وانت في نفس الوقت شايفه كده، او انت بقى غصب عنك عشان مشغول ويعني في امور شغلك واهتماماتك، شريكك برضو بيتهمك ان انت يعني شخص غامض كده. يعني انتوا امور عندكم يعني على قد ما هي فيها شد وجذر، بس على قد ما فيها استقرار برضو، وانتم بتحبوا بعض. عندك رزق كتير، انت عندك سمك كتير، سمك كتير كتير. عندك سفينة كمان، السفينة بترمز للنجاة بإذن الله، بإذن الله عندك نجاة. وعندك كمان صليب، والصليب يعني النصرة، وعندك كمان ميزان يعني بإذن الله النصرة في قلب قضية. ما شاء الله عليك يا برج الثور، فنجانك حلو وجميل، بحبكم كتير، دعم منكم ويكون الدعم كبير شوية، طمعان أنا فيكم، ومع ألف سلامة.